الأقجع واللجنة المنظمة في صدمة كبيرة وسبب هذه التصريحات التي حدثت في الندوة الصحفية قبل قليل، والتي تسبق المباراة النهائية بين السنغال والمغرب. مدرب المنتخب السنغالي كشف كل شيء وعرف لحظة الحسم قبل المباراة النهائية، يعني خلى لهم كل شيء لدقيقة 90 وتكلم على كل ما حدث خلال هذه الدورة. مدرب المنتخب السنغالي تحدث عن الجزائر. سنتكلم عن ماذا قال عن الجزائر. قال بأن الفنادق التي أقام بها المنتخب السنغالي كانت صغيرة، عدم توفر ملاعب تدريب جيدة. تحدث كذلك عن الجانب الأمني وقال تركونا أمام الجمهور، يعني تركوا اللاعبين مع الجماهير في موقف أمني خطير جدا، لأنه الجماهير قادرة تتعدى على اللاعبين. قال مورست ضغوطات كبيرة علينا وعلى عدة منتخبات. وتحدث مطولا عن كأس إفريقيا للمحليين التي أقيمت في الجزائر، وذكر الجزائر عدة مرات وضرب مثال بالجزائر. قال بأن الشان الذي لعب في الجزائر جرى في أحسن الظروف، يعني خلى لهم كل شيء لدقيقة 90 بالرغم من التعتيم الإعلامي، بالرغم من الجهود الكبيرة في محاولة تزوير الحقائق، بالرغم من الكواليس، بالرغم من كل ما حدث من شراء الحكام، أسوأ بطولة إفريقية على الإطلاق من حيث التنظيم ومن حيث الكولسة ومن حيث التحكيم. يعني مهما اجتهدت ومهما حاولت ومهما كذبت يخرج لك مدرب نزيه مثل هذا يقول كل شيء ويعري الحقائق. بالأمس حسام حسن تكلم عليكم كثير، قبلها إيتو صامويل والمنتخب الكاميروني. اللاعبين الجزائريين كانوا يلتزموا الصمت نظرا للحساسية، واليوم مدرب المنتخب السنغالي. كل الناس عرفت حقيقة هذا النظام، كل الناس عرفت ما نعانيه في الجوار، حتى شعبكم يعاني معكم. الفيديو والندوة الصحفية موجودة في اليوتيوب.